أقل من 20 ساعة على الإشارة الثانية. الجميع يعلم أن ما بقي من الوقت ليس كافيا يوريو. النجاح هو خيارنا الوحيد، وإلا فإننا يجب أن نصل إلى جزيرة زيبرو مهما كان الثمن. يبدو لي أن الأمر ليس بهذه السهولة. هذا صحيح. كيف سنصل؟ ما من وسيلة لدينا. سنكون في حاجة إلى سفينة قوية. نحن لا نملكها. لا مشكلة. جون! نستخدم هذه السفينة. قل كلاما معقولا. ما هذه إلا كومة من الحديد. هل نستطيع تشغيله؟ وهل أنت واثق بسلامته؟ ما هو إلا محض تخمين. قد نفلح في تحريكها. دعونا نحررها من الصخور التي تعترض طريقها. بدأت المغامرة. تغير الموقف تماما. أردنا الهرب من الحصن فصار ملجأ لنا. ما رأيكم؟ يبدو لي أن السفينة هي أملنا الوحيد. المهم أن ننجز عملنا هنا قبل وصول الإشارة الثانية يا هانزو. دعونا نتفحص الأجزاء الرئيسية بسرعة. موعدنا في هذا المكان بعد ساعة. هل علمت شيئا عن طريقة عملها؟ أجل، الأسلوب التقليدي. لا بأس. إذن يمكننا أن نبدأ بالخطوة الأولى. كما قلت تماما. علينا تحرير السفينة من الصخور أولا. يبدو لي أننا لن نواجه أي صعوبة في الجانب الأيسر. دع هذا الأمر لي. من أنت؟ اسمي كو، خبير باستخدام المتفجرات. عثرت على عدد من صناديق البارود في أثناء جولتي الأخيرة، وهذا ما أريده تماما. لحظة، المشكلة في المقدمة. تعترض السفينة كتلة صخرية ضخمة، وقد لا نملك المقدار الكافي لتفجيرها. إن استخدمنا المدافع نستطيع تجاوزها. قد تكون المدافع معطلة. لا، تفقدتها وأظن أنها تعمل جيدا. إنها الحل الوحيد. نجاح المهمة مرهون باستخدام المدافع الأربعة، فهل نملك الذخيرة الكافية؟ عثرت على كثير من صناديق الذخيرة عندما كنت أبحث عن الكنز. يبدو لي أنها ستفي بالغرض. سيمكننا استخدام المدافع من إحداث شق بالقرب من قاع السفينة، كما أنه سيفتت الصخور. صحيح، وتدفق جزء من الماء إلى جوفها سيدفعها إلى التحرك أيضا. سلامة المحرك شرط ضروري لنجاح خطتنا. أين حجرة المحركات؟ هنا، لكن الممر إليها مغمور بالمياه. أليس بيننا واحد يجيد الغطس؟ لا مشكلة. ما رأيك أن ترافقني؟ اسمعوا، خطرت لي فكرة. سنجعل ماء البحر يتدفق إلى مستودع في مؤخرة السفينة. هناك سيكون مركز الثقل، وسيساعد وزن الماء المتجمع في المؤخرة على رفع المقدمة فوق الصخور الباقية. لم يبقى سوى مشكلة الأعشاب التي تقيد المراوح. أنا أهتم بأمر المستودع، يمكنكم الاعتماد علي. أما أنا فسأعالج مشكلة المراوح. هيا. لماذا تنظر إلي هكذا؟ لأنك سترافقني. ألم تجد غيري؟ لا. المهمة صعبة ولكنها مشوقة. لقد بدأنا نتجاوز المشكلة، ولكن المهم ألا نتجاوز الوقت. أرجو ذلك. نجاحنا مرهون بما نملك من شجاعة وإصرار على الخروج من هذا المأزق، وليس بيننا من يفتقر إلى أسباب القوة. أحسنت القول يا كورابيكا. هيا بنا يا رجال. رائع، يعملون بحماسة. هيا بسرعة، هيا. كورابيكا،
بدأت بتفقد المدفع الرئيسي. لا مشكلة حتى الآن، والمدفع الأول والثاني في حالة جيدة، وقد علمنا طريقة تدخير المدافع. رائع. لم يبقى لنا الآن سوى حشو المدافع. ننتظر يوريو. أتمنى أن يجد الذخيرة الكافية، فنحن لا نعلم شيئا عن قوتها بعد. أشعر بأن هذه المعدات ستكون سبب غرقي. أنا مستعد. إنه محرك بخاري. هل نملك الوقود الكافي؟ سلي عن المحرك أولاً، سوف ننتهي في البحر إن كان معطلاً. فلنكن أكثر تفاؤلاً. هيا بنا. تلك هي النقود الذهبية. ما أثمن هذا الكنز، ولكنه لا يساوي شيئا إن لم نتمكن من تنفيذ الخطة. أهداف ثابتة ولا إثارة في المهمة. ساعد يوريو على الصعود، فهذه الذخيرة تفي بالغرض. هيا. قطع الاتصال معه. يا إلهي. بوكل بونزو، كيف حال المحرك؟ ما الأخبار يا بوكل؟ لا شيء بعد. سمعت؟ انتهينا من تفحص الأجزاء الرئيسية ولم تصادفنا مشكلة تذكر. حسناً، سيبدأ العد التنازلي إذن. لحظة. لا نملك سوى لباس غطس واحد. أرجو أن لا نكون في حاجة إلى مهمة إنقاذ عاجلة. سأترك القرار الأخير لكم. هذا كل ما لدي. قرروا بسرعة. كورابيكا. هانزو، ما الأمر؟ انظر. إعصار البحر. انتهينا أخيراً. رائع. ما الذي يحدث؟ هانزو، أين يوريو؟ جون. انتظر. اترك يدرك ما يفعل. لا بأس. أحتاج إلى مساعدتك الآن. هيا تعال معي. كورابيكا، اسمعني. غطس جون إلى القاع كي يتفقد يوريو. الزوبعة تقترب. يمكنك معرفة ساعة وصولها إلينا بتقدير سرعة الرياح.
سأتوجه الآن إلى المدفع الرئيسي ومعي كيلوا. علم. سرعة الرياح 200 متر في الدقيقة. حسنا، اسمعوا يا رجال، لن تخرج السفينة من أسرها إلا إذا استجمعت طاقتها العظمى، ويجب أن يحدث ذلك قبل وصول الإعصار إلى منطقة الصخور. حساباتي تقول إن السفينة ستكون مهيئة للانطلاق بعد 10 دقائق، أي في تمام 6:30. أما خطتنا فهي قائمة على إطلاق المدافع في وقت واحد لإزالة الصخور، في حين سيعمل المحرك لتحريك السفينة إلى الخلف. لا تدخروا أي جهد، استعدوا، سيبدأ العد التنازلي عما قريب. تحركوا. كيلوا، لم يبق كثير من الوقت. أعلم. نجحت مهمة التفجير وبدأت المياه بالتسرب إلى مكانها. سيعيد ثقل الماء توازن السفينة. شكرا لك. توجه إلى غرفة المحركات بسرعة. بوكل، ما الأخبار؟ تمكنت من إصلاح الأجزاء الرئيسية في المحرك. لقد هيئت المراجل لضغط البخار الضروري، وسأتوجه الآن لتشغيلها حالا. خايفة؟ تلك هي فرصتنا الوحيدة. أخشى أن أخفق يا بونزو في تأمين الضغط الكافي، وقد نتعرض لموقف محرج جدا. المهمة صعبة. أشعر بأنني المسؤول الوحيد عن سلامة الجميع، وإن أخفقت نجحنا يا بونزو. لا خوف الآن. أتم التوصيل. بدأت المحركات بالعمل. نملك الطاقة الكافية لإطلاق المدافع في الوقت المحدد. شغلوا الدارة. رائع. ابقى في مكانك حتى يتم التوصيل. انتبهوا. ابدأوا بتزويد المدافع الرئيسية بالطاقة. لا تشغلوا إلا الدارات المطلوبة. علم. دعوا الدارات لي. كل الطاقة إلى مدافع السفينة. هناك مشكلة. سيكون الظلام حالكا. كيف نتفقد عمل المدافع إذا؟ هل ستنجح الخطة يا ترى؟ لم يبق لدينا سوى الانتظار. دخلوا المدفع. أصبح مهيئا. تمت المهمة. والآن حركوا الأبراج. هيا يا سوبر، استعدي لإشعال الفتيل. أرى أننا لن نواجه أي مشكلة. المهم أن نخفف من أضرار السفينة. سددي إلى النقطة الأضعف. لن يكون الأمر صعبا أبدا. ما رأيك في هذه البقعة؟ انتظري أمر الإطلاق. جول. هيا بنا. يوريو، كن حذرا أرجوك.